الساعة دلوقتي 4:30 والأذان قاعد بيأذن بتاع الفجر. نلحقه دلوقتي إن شاء الله، ربنا يوفق الجماعة الأولى ولعلها بداية خير بإذن الله. وهنا بقى اتوضيت خلاص وبقعد قاعد بصلي السنة دلوقتي عشان ليها فضل عظيم وليها أجر عظيم. جايين المسجد دلوقتي والإقامة خلاص بدأت، الحمد لله نلحق في الجامعة الأولى. الواحد كان نفسه يلحقه في الصفوف الأولى بس الحمد لله يعني الواحد يلحقه بقى دلوقتي. بعد ما صليت خلاص صلاة الفجر دلوقتي وبعد قلت الأذكار، كان عليا حفظ فقعدت أحفظ اللي كان عليا لحد ما الشروق ما يطلع عشان أقعد أصلي الشروق. الحمد لله الواحد لحق صلينا صلاة الفجر هنا في أول جماعة، وقعدنا في المسجد شوية نقول الأذكار ونقرأ شوية قرآن عشان علينا حفظ. قعدنا نحفظ الجزئية اللي كانت علينا، وبعد كده الحمد لله ربنا أعنا إننا نصلي صلاة الشروق وصليناها. خلصنا الحفظ الحمد لله اللي علينا، بس حدد خلاص الساعة 7:30 وداخل على 8 كده هو كمان، فخلاص والواحد دماغه خلاص ابتدت تقفل، فنروح نعمل فنجان قهوة يظبط الدنيا عشان نقدر نكمل اليوم بتاعنا كده مصحصحين كده مفرفشين. وبعد ما عملت فنجان القهوة دلوقتي كنت محدد إني خلاص هقرا كتاب. الكتاب ده هو بيقعد يتكلم عن ازاي الواحد يقدر يبقى مثابر في حياته، يعمل لك خريطة كده ازاي تقدر تكتشف ذاتك وتبقى مثابر. وكان بيجيب قصة رجالين كبار قعد معاهم وعرف يتكلم معاهم، بيخليك متبقاش شخص عادي مفكرش التفكير العادي، زي خليك حاجة عظيمة في التفكير بتاعك. هو ده اللي بيخليك المرحلة التانية، يعني لما تبقى مثلا رياضي أو مثلا عايز تجري في ماراثون توصل لمرحلة مثلا 10 كيلو خلاص مش قادر تكمل، لو اديتها كيلو زيادة كل شوية هتزيد، تقدر تبقى بعد قرارات شخص لا يقهر، مش هتبقى شخص عادي خلاص أنا 10 كيلو كل يوم 10 كيلو، فاهم؟ تيجي تقعد تزود بالتدريج، ما تخليش فيه ليميت معين لحدودك ولا سن يفرق مثلا خلاص أنا عديت السن كبرت ومش قادر وكده هوت. لا ما تخليش حاجة زي كده هوت، ما تخليش السن، ما تخليش قدراتك ما عندكش مهم، بالعكس اللي بيحدد حاجة زي كده انت اللي بتحدد حاجة زي كده هوت. طالما انت لسه فيك نفس ولسه قادر تطور من نفسك، عندك الوقت والقابلية عشان كده هوت، ليه ما تستغلش الوقت اللي عندك مثلا بدل ما تضيعه على حاجات ملهاش لازمة، تستنزف طاقتك على الفاضي. دي أحسن حاجة إنك بجد الكتاب ده هوت اسمه المثابر من جيد لعظيم شخص لا يقهر. الكتاب ده تحفة. أه بشرحك ليه طبعا، بس أنا مبحبش طبعا مبحبش أمسك كتاب كده هوت مثلا كده، مبحبوش إلكتروني، بحبه أكتر بشوفه ورق يعني، بس ما عنديش الإمكانية إني أجيب الكتاب يعني فجبته أونلاين. أنا دلوقتي بحب لما بعد ما أخلص مثلا جزء من خط 10 صفحة ولا حاجة أعلم على الحاجات اللي فرقت معايا، مثلا أكتبها في كشكول أو كراسة، أكتبها عندي أقعد أرجع لها أفتكر الحاجات دهيت، عشان الواحد ممكن بعد ما بيخلص الكتاب ينسى إن هو خد إيه وكده، فلما تيجي تعمل ملاحظات أو حاجة بعد ما تخلص كل كتاب أنت قريته هتفيدك جدا بعد كده، إنك ترجع لها مثلا لا دي النقطة دي فرقت معايا، يعني النقطة دي أثرت فيا شوية، لا لما تيجي ترجع لها بتجيلك أفكار كده هوت إنها أيوة صح فعلا البتاع ده مهم. علشان كده هوت يعني نصيحة بجد، لما تخلص مثلا خلصت 10 صفحة أو حاجة يعني علم على الحاجات اللي هي فرقت معاك وأثرت فيك كده هوت واكتبها عندك في كشكول. خلص مثلا جزئية أو حاجة علم على الحاجات اللي فرقت معاك لما ترجع لها أو حاجة تفتكر كان إيه الكتاب بيتكلم عن إيه وكده هوت، عشان الواحد ممكن ينسى أو حاجة. دي طريقة فعالة يعني جدا. بس لسه بقى مخلص دلوقتي درس القرآن ورجعت، كنت هو بيبقى من بعد العصر بصلي هناك في المسجد العصر، كنت بصلي المغرب هناك وبعد كده باجي بروح البيت، ف ومعرفش اقدر اصور هناك يعني كده هتبقى حاجة مش لطيفة. بس ودلوقتي نتعشى ونشوف بقى اليوم هيكون ماشي ازاي، لسه ورانا كام حاجة ولسه هنجري عشان النهاردة معملناش رياضة خالص، فهناخد فكك علينا دلوقتي إني هنزل أجري، بس حصلت حوارات في البيت كده اهوت وما قدرتش أجري أو أنزل يعني من البيت، فقلت خلاص مش مشكلة. فبس هو الروتين بتاعي هو ده، ومفروض كنت بزود عليه إن كنت باخد كورس تسويق،
بس كان عندي الوقت مزنوق وكان عليا حفظ كتير فما ملحقتش اظبط الوقت يعني واني اقعد ساعتها احفظ. وياريت لو عجبكم الفيديو متنساش اللايك والاشتراك في القناة.